الطريق الدمام المخرج 13 اللي ما يتكفل. الساعة 11:47 مساء. فيصل يمسك الاستيرنج بقوة، عيونه تحاول تقاوم النعاس. الطريق السريع للدمام فاضي تماما، ما في إلا صوت الماكينة وضوء الليدات اللي شق الظلام. فجأة لمبة البنزين تنور باللون الأحمر. لا 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 والله ما ناقصني هلا الشيء. يطالع العداد، 35 كيلو باقي. يطالع الساعة، لازم يوصل قبل منتصف الليل، عنده شغل بكرة الصبح. عيونه تدور على لوحة المخارج الجاية. المخرج 13، محطة وقود 8 كيلو. الحمد لله. بس في شيء غريب، اللوحة قديمة مرة، بالية، والطلع متقشر منها. والأغرب، ما حد من رفيجانا تكلم عن مخرج 13 قبل كذا. دايما يقولون خذ المخرج 12 أو 14، بس 13 ما حد يذكر أحد. فيصل 28 سنة، مهندس بترول راجع من اجتماع في الرياض، متعب مرهق بس لازم يوصل البيت. السيارة كامري 2019 فضية، بدت تهتز شوي. صوت غريب جاي من تحت الكبوت. مستحيل، سويت لها صيانة من أسبوعين. فجأة الراديو اللي كان مسكرة يشتغل لحاله. صوت مشوش، ستاتيك، وبعدين صوت طفل يبكي. فيصل يطفي الراديو بسرعة، قلبه بدأ يدق. يطالع المرايا، الطريق ورا فاضي، قدام فاضي بعد. لوحة المخرج 13 بانت، السهم الأصفر يشير يمين، بس المخرج مظلم. ولا لمبة شارع واحدة تنور المكان، بس البنزين، وأبي أوصل بسرعة. ياخذ المخرج. الطريق الفرعي ضيق، الإسفلت متكسر، في حفر كبيرة. الجنوب على الجانبين كثيف، الأشجار الميتة ممدودة زي أيدي تبي تمسك أي شيء. عداد البنزين دحين على 28 كيلو. أنوار السيارة تكشف لوحة صدية، محطة وقود 500 متر. اللوحة مكتوبة بخط يد. يا رب سترك. يكمل، قلبه ما يهدى، حاس إن في شيء غلط، بس يقول لنفسه عادي، محطات قديمة موجودة، بعبي وأطلع بسرعة. وبعدين يشوفها، المحطة، بس مو محطة عادية. المبنى قديم، من الثمانينات على الأقل. الطلة أخضر باهت، والقزاز الأمامي مكسور. مضخات البنزين صدية، بس واحدة بس لمبتها شغالة، تشتغل وتطفي، تشتغل وتطفي. والأغرب إن في سيارة واقفة عند المضخة، سيارة قديمة، كابري الزرقاء موديل الثمانينات، ما حد جواها. يوقف سيارته على بعد، يطالع حواليه، ما حد فيه، لا صوت لا حركة، حتى صوت الصراصير مقطوع. يطلع من السيارة ببطء، الهواء بارد مرة، أبرد من الطبيعي لشهر سبتمبر. السلام عليكم. يرتد صوته من الفضاء، ولا رد. يقرب من المضخة الشغالة، الشاشة الرقمية القديمة تعرض أرقام عريبة، 13 13 13. يطالع حواليه مرة ثانية، المكان مرعب، بس يحتاج البنزين. يمد يده للمسدس. فجأة المكيف في سيارته يشتغل لحاله بكامل قوته، والراديو بعد، بس هالمرة مو بكى طفل، صوت رجل يقرأ آذان بصوت مرعب مشوش بطيء. الله أكبر الله أكبر. فيصل يطفي الراديو بسرعة، يطرب عليه، ما يطفي. الصوت يعلى أكثر وأكثر لين يوقف. سكوت تام. فيصل قاعد في سيارته، يلهف، عرق بارد ينزل من جبينه. استغفر الله استغفر الله. يطالع المحطة، الضوء اللي كان يشتغل ويطفي واقف دحين، والكابرس الزرقاء باب السايق مفتوح دحين. هذا كان مسكر، أنا متأكد. يدور المفتاح يبي يطلع من هالمكان. الماكينة تسوي صوت، بس ما تشتغل. مرة، مرتين، 3. يا الله يا الله شغل. فجأة صوت من برا، طرق خفيف على زجاج الشباك. فيصل ينجف ويطالع. طفل صغير عمره تقريبا 7 سنين واقف برا الشباك،
لابس ثوب أبيض قديم، وجهه شاحب مرة. يبتسم. عمي، تقدر تساعدني؟ صوت الطفل غريب، مو طبيعي، زي صوت جاي من سماعة قديمة مكسورة. فيصل ما يرد، قلبه بيطلع من صدره. الطفل يترك مرة ثانية. عمي، ضعت، أبي أروح البيت، أبي أمي. دموع تنزل من عيون الطفل، بس الدموع سودة. يا ستار. فيصل يدور المفتاح بقوة. الماكينة تسوي صوت وأخيراً تشتغل. يدوس بنزين ويلف السيارة بسرعة. الطفل واقف مكانه يطالعه. الابتسامة ما راحت. عداد البنزين ينظف. 22 كيلو، لسه باقي بنزين. الحمد لله، يكفي أوصل فيه للطريق الرئيسي. يطلع مسرع من المحطة، يرجع للطريق الفرعي اللي جاء منه. بس الطريق مو نفس الطريق. الطريق ذحين أطول، أضيق، الأشجار أقرب، والأغرب إن كل ما يمشي يشوف نفس اللوحة: المخرج 13، 8 كيلو. لا لا لا، هذا مستحيل، أنا طلعت منه. يكمل يسوق. 10 دقائق، 20، اللوحة نفسها تتكرر. عداد البنزين 15 كيلو، 12 كيلو، ينزل. يوقف السيارة، يطلع جواله، لا شبكة ولا GPS. الساعة على الجوال 13:13. يطالع ساعة السيارة 13:13. استغفر الله العظيم. فجأة يشوف في المرايا شيء يتحرك. يلف بسرعة. الكابرس الزرقاء ورا سيارته، ما حد يسوقها، بس هي ماشية ببطء تقترب. يدوس بنزين، السيارة تطير. 120، 140، 160. يطالع المرايا، الكابرس ورا نفس المسافة، ما تقترب ما تبعد. وفجأة يشوفه وجه في الزجاج الخلفي للكابرس، وجه رجل كبير في السن. يطالعه، عيونه فاضية، فمه مفتوح، زي ما يصرخ بس بدون صوت. عداد البنزين 8 كيلو، ينحرف يمين بقوة، يدخل طريق ترابي. الكابرس تختفي. يوقف، يلهث، يطالع حواليه. في بيت قديم، بيت طيني مهجور، بس في ضوء خافت يطلع من الشباك. لا أبي أدخل، بس ما عندي خيار. البنزين خلص تقريبا، ويمكن ألقى أحد يساعدني. يقرب من البيت ببطء. الباب مفتوح شوي. يدفعه. الداخل نظيف، غريبة، زي ما أحد ساكن فيه لسه. في طاولة في الصالة، وعليها جوالات، عشرات الجوالات، موديلات مختلفة من التسعينات والألفينات، وجوالات حديثة بعد. وفي النص مفاتيح سيارات كثيرة. يقرب، يمد يد الواحد من الجوالات الحديثة. الشاشة تنور، فيها رسالة واتساب مفتوحة: أمي، أنا واصل، باخذ المخرج 13 بس، بعبي بنزين وأجي. تاريخ الرسالة من 3 سنين. قلب فيصل يوقف. يطالع الجوالات الثانية، نفس الشيء، رسائل كلها تتكلم عن المخرج 13. يسمع صوت من ورا، يلف بسرعة. الطفل واقف عند الباب، والرجل العجوز من الكابرس واقف ورا أشخاص كثير، رجال، نساء، أطفال، كلهم شاحبين، كلهم يطالعونه. الطفل يبتسم: عمي، دامك هنا، ليش تبي تروح؟ أنا بس أبي أروح البيت. الرجل العجوز يتكلم أول مرة، صوته أجهش، مكسور: كلنا كنا نبي نروح البيت، بس المخرج 13 ما يتقفل. يطالعهم كلهم، يشوف الألم في عيونهم، الضياع. وفجأة يفهم: انتوا ما طلعتوا من هنا أبدا؟ الطفل يهز راسه. المخرج يمسكنا إلين نلقى أحد ياخذ مكاننا. فيصل يحس بالبرودة تنتشر بجسمه. يعني إذا أنا طلعت، واحد منكم، الرجل العجوز يومي براسه، واحد بس يقدر يطلع، والباقي يبقون. فيصل يطالع الطفل،
الطفل الصغير اللي ضايع يطالع العجوز، يطالع الوجوه الثانية ويقرر. طيب خلوا الطفل يطلع. كلهم يطالعونه بصدمة. الطفل عيونه تلمع. عمي، جد؟ إيه جد؟ روح لأهلك. الطفل يركض ويحضن فيصل، والأول مرة الطفل يحس دافي حقيقي، وبعدين يختفي. فيصل يبتسم ابتسامة حزينة، يطالع الباقين. خلاص أنا باقي هنا. بس الرجل العجوز يهز راسه ويقول: لا يا ولدي، أنت سويت شيء ما أحد منا قدر يسويه. ضحيت بنفسك عشان غيرك. الوجوه كلها بدت تختفي، واحد ورا الثاني، يبتسمون أحرار. أخيرا آخر واحد الرجل العجوز يطالع فيصل ويقول: المخرج ما كان محتاج ضحية، كان محتاج قلب نظيف. أنت حررتنا كلنا. ويختفي. فيصل يلقى نفسه واقف عند سيارته. الطريق الفرعي واضح دحين، لمبات الشوارع شغالة. يطالع العداد 22 كيلو، نفس الكمية من قبل. يسوق، يطلع للطريق الرئيسي. كل شيء طبيعي، سيارات تمشي، حياة. يوصل محطة وقود عادية على الطريق السريع، يعبي، يكمل لين يوصل الدمام. يوصل بيته الساعة 1:30 صباحاً. أمه تستقبله قلقانة: فيصل، ليش متأخر؟ اتصلت عليك ما رديت. يطلع جواله 15 مكالمة فائتة من أمه. الشبكة كانت راجعة من زمان، بس هو ما حس. آسف يمه، كان الجوال على صامت. تعبت شوية في الطريق. الحمد لله على السلامة يا ولدي، تعال أخذ العشاء معايا. يقعد معاها، يتعشى، يحكي لها عن الاجتماع، بس ما يقول شيء عن المخرج 13. يصلي العشاء مع أمه، يدخل غرفته، ينام. الصباح، صوت جواله يصحي. إشعار من تطبيق الأخبار: عائلة الطفل عبد الله النمر تحتفل بعودته بعد اختفاء 3 سنوات. الطفل يقول: رجل طيب ساعدني أطلع من المخرج 13. فيصل يقرأ الخبر، قلبه يدق. يفتح الصورة، نفس الطفل، يبتسم: الحمد لله، طلع فعلا. يقوم يصلي الفجر، يستعد للشغل. لما يطلع للسيارة يلقى شيء على الكرسي اللي جنبه، رسالة، ورقة بيضاء نظيفة مكتوب عليها بخط طفل: شكرا يا عمي فيصل، أنا رجعت لأمي، وإنت حر دحين. المخرج 13 انقفل، بس بسببك، مو بسبب أي أحد تاني. فيصل يطالع المرايا الداخلية لسيارته. انعكاس وجهه طبيعي، الكرسي الخلفي فاضي. يبتسم، يشغل السيارة، يطلع للشغل. بس بآخر لحظة يشوف شيء في المرايا الجانبية. الطريق ورا طبيعي، بس بعيد مرة يشوف لوحة صفراء قديمة: المخرج 13، وتحتها كلمة واحدة جديدة مضافة: مغلق. فيصل يطالع قدام ويكمل طريقه. النهاية.